بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الأمين العام لولاية وهران، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، ممثل السلطات المحلية المدنية والعسكرية، السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد مدير الجامعة، الأساتذة والخبراء الجامعيون، السيدات والسادة مدراء المؤسسات العمومية، أسرة الصحافة والإعلام من صحفيين وتقنيين، الحضور الكريم كل باسمه ومقامه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أتقدم بأصدق عبارات الامتنان والتقدير للسيد والي ولاية وهران والسيد الأمين العام للولاية على حفاوة الاستقبال بمناسبة احتضان الباهية لدورة تكوينية حول الاتصال المؤسساتي. الشكر موصول لكل من ساهم في حسن التنظيم وللأساتذة والخبراء المنشطين لهذه الدورة التكوينية المتخصصة والموجهة لفائدة خلايا الاتصال وإعلاميين بعدد من الولايات المنطقة. إن وهران تشكل المحطة السابعة في مسار هذه الدورات التكوينية الذي انطلق في نوفمبر الماضي، والذي استفادت منه لحد الآن ما لا يقل عن 40 ولاية من مختلف أنحاء الوطن. ويكرس هذا النشاط أحد محاور سياسة الدولة لترقية وتطوير أداء أسرة الصحافة والإعلام بما فيها الإعلام الإلكتروني والجواري ضمن مقاربة تتكفل بمختلف شروط وعناصر إنجاح العملية. إن هذه السياسة التي يحرص قطاع الاتصال على تجسيدها بالتنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء والفاعلين تجعل من التكوين في مختلف تخصصات الإعلام والاتصال شرطاً لازماً لبلوغ الاحترافية والقدرة التنافسية، خاصة في ظل الرقمنة والحروب الإلكترونية. وتحظى ذات السياسة بتقدير المختصين حتى من خارج الوطن على غرار الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي والتلفزي الذي أبى في دورته 14 شهر مايو الماضي بأبوجا بنيجيريا إلا أن يكرم السيد رئيس الجمهورية السيد المعلم مجيد تبون تقديرا لمساعيه واعترافا بجهوده في دعم وتطوير الإعلام الوطني وكذا الإفريقي. سيداتي سادتي، إن وجودنا في وهران يذكرنا بالمرافقة الإعلامية الاحترافية التي ساهمت الصائفة الماضية في إنجاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعدما راهن الأعداء على فشلها وسخروا ذبابهم الإلكتروني المسعور للتشويش عليها. إن النجاح الباهر للألعاب ولمختلف الأحداث الكبرى يترجم كفاءات الإعلام الوطني المدعو باستمرار إلى تعزيز قدراته المهنية بالتكوين الذي أصبح من ضروريات إقامة إعلام احترافي يسير التطورات التكنولوجية للإعلام والاتصال الجديد الذي أضحى يميز العلاقات والمعاملات في الفضائين العمومي والخاص. وتندرج عملية التكوين ضمن برنامج شامل ومتكامل لقطاع الإعلام والاتصال يرتكز على تطوير المنظومة القانونية وعصرنة وسائل العمل ولتعزيز الصرح المؤسساتي بما يؤهل الإعلام الجزائري من مواصلة تشريف الواجب المهني ومقارعة الإعلام العالي بكفاءات وطنية في مختلف المجالات. فإننا نؤكد على أن مستقبل الوطن الواعد يبنى بجهود كافة أبنائه في مختلف العلوم والفنون كالإعلام والاتصال، الذي تحرص الدولة على الارتقاء بأدائه في إطار أخلاقيات المهنة وآدابها. في هذا السياق
يحظى الإعلام المؤسساتي والجواري باهتمام خاص باعتباره من الميكانيزمات الفعالة والمؤثرة في مرافقة عملية التنمية الشاملة وتثمين المكاسب المحققة وتوفير المعلومة الصادقة للمواطن تعزيزا لعلاقته التواصلية بالإدارة لا سيما محليا. ختاما، أتمنى للسيدات والسادة المشاركين في هذه الدورة التكوينية والممثلين لولايات وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، تيارت وشلف الاستفادة مما سيقدم لهم من معلومات ومعارف ذات الصلة بالاتصال المؤسساتي. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.